محمد علي بالحمرة، منتج سينمائي. مالوريزمون ديما لي بروجي دو ريفورم اللي صاروا معناتها اخرهم في 2009 و2011 بعد الثوره، كنا ديما مشكلتنا مع الانتاج، مع تمويل الانتاج. ولليوم عندنا مشكل تاع تمويل، اما زاد عندنا مشكل تاع انفراستركتور تاع قاعات سينما. عدد القاعات ما يسمحلكش باش يكون عندك سوق محليه. برشا عباد يقولوا انه السيكتور تاع السينما اليوم في تونس ما ينجمش يعيش من غير السوبونسيون. ما فماش عدد معين من الصالات، خاطر ما فماش لي كيشي دو فينانسمون واضحين، خاطر فما مشكل للاكسي وفينانسمون مونكير. معناتها هذايا معناتها حتى اللي بي ام الكل مشكل في السيكتور تاع السينما. دونك اليوم البروجي هذايا باش يعطي امكانيه انه نحلوا المشاكل هذوما اللي هما مشاكل هيكليه. معناتها دونك هاكا علاش لازمهم في قانون مش في امر، وكيك ننقحوا القانون القديم اللي هو مكبلنا ونخلي الدوله عامله سلطه تاع كنترول معناتها على السيكتور، خاطر كل شيء بالرخص. اليوم باش تعمل سينما تحل سالة، ولا باش تخدم، ولا باش تحل شركه، ولا باش تاخذ كارت بروفيسيونيل، كل شيء بالرخصه. والدوله بالصندوق التنميه السينمائيه اللي موجود في قانون عام 60 يعني هي الوحيده اللي قاعده، هي الوحيده اللي تمول. ما نجموش نواصلوا هكا اليوم. المجمع المهني الكونكت هو في اطار تاسيس تو. المفروض انه هو باش يجمع القطاع، لانه مالوريزمون برشا نقابات مهنيه ما عادش موجوده ولا ما عادش تخدم، وبالتالي تجميع القطاع اوتور دو سو بروجي دو ريفورم. اما المره هذه مش ريفورم نتاع دي ريكومونداسيون طالبين من الدوله، احنا قمنا تقديم قانون، وبالتالي زاد عندنا رؤيه تنفيذيه باش نوصلوا لك الاهداف اللي موجوده في القانون. لان القانون هو شنو؟ هو وسيله باش توصل انت الاهداف نتاعنا اليوم انه المركز الوطني للسينما والصوره بكونه ابناء مؤسسه صباغه اداريه يكون عنده بالحق الاستقلاليه الماليه المذكوره في المرسوم 86 تاع عام 2011. يعني احنا اليوم عندنا 13 سنه، المفروض المركز هذا هو باش يتصرف ولا عنده ولايه عامه على قطاع السينما، ولكن للاسف تدخل الدوله ووجود قانون عام 60 هذا يخلي الوزير عنده سلطه كبيره برشا على المركز، وبالتالي يتدخل في كل شيء. اليوم مالوريزمون العباد اللي تمثل القطاع ما تنجمش تجتمع في مجلس التوجهات الاستراتيجيه، لانه احنا عندنا بالقانون بالمرسوم 86 كي عملوا سي ان سي عندنا الحق نجتمعوا في اطار قانوني واضح ونعطيو فيه اقتراحاتنا اللي هو مجلس التوجهات الاستراتيجيه والاستشراف. واسمه الاستشراف، ولكن اذا كان يقعد عامين ما يجتمعش بامر من وزير ثقافه، طبعا امر من الوزيره السابقه الحمد لله اللي مشات، ونتمناو انه مع الوزير الجديد الوزير بالنيابه انه الامور تتبدل، لانه المقترحات على القانون نابع من افكار اللي عندها 30 سنه، كل مره نقولوهم للدوله والدوله ما تعملهمش. احنا شنو اللي جبناه جديد؟ جبنا قلنا باش نعملوا صندوق لتشجيع الاستثمار في المجال السينمائي. فكره تشجيع الاستثمار لانه مش معقول دوله باش تقعد تدعم وكهو. الدوله لازمها تعاونك باش تعمل انفراستركتور. دونك الدور نتاع المركز الوطني للسينما والصوره يعمل هالصندوق الجديد هذا. وزاره الماليه تعاونوا باش يعمل ان كوليكت دو تاكس معينين باش هو ينجم يرافق للعباد اللي المستثمرين اللي يحبوا يستثمروا في الانفراستركتور، في لي سال دو سينما، في لي زوديتوريوم، لاندستري تكنيك، في لي بوست برود، في الاستوديو دو تورناج. لو انت الدوله تحب افلام اجنبيه تجي تصور في تونس ما عندكش انفراستركتور، عندنا كان استوديو بركه خاص، فهمتني؟ دونك هذا الكل ينجم ممكن اذا كان ندخلوا تمويلات معينه من عند ناس تتعامل بالصوره. مثلا انا كي نخرج في النوايا نرجعوا نعملوا تاكس على التيكيت تاع السينما، نعملوا تاكس على لي زوبيراتور تليفونيك اللي فورنيسور الانترنت، نعملوا تاكس على لي برودوي اللي يدخلوا نتاع السمارت فون واللي سيبور دو ستوكاج، تاكس رابع على التلفزه. التلفزه من قبل الثوره خرجت من الموضوع نتاع التمويل، وبالتالي احنا قلنا لا روسيت بيبليسيتير تاع التلفز الكل بيبليك بريفي ناخذوا منه بورسونتاج صغير. الشؤون القانونيه في الوزاره نتصور كانت نجم تطور التشريعات، كانت نجم تفيق انه غير ممكن اليوم. نعطيك ان اكزامبل في اطار الصراحه. معناتها انا كنت في لجنه اصلاح مع وزاره الثقافه، وانا اللي اقترحت لجنه الاصلاح وعملنا اجتماعات مع الوزيره والكل، كونتها واقترحت عليها مجموعه من الاسماء، اختارت الوزيره وبدينا نخدموا. عملت برنامج، كانت اول نقطه في البرنامج هذا هو القانون نتاع عام 60 باش ننقحوه. في اول اجتماع الوزيره اخذت الكلمه قالت اي نبداو بالدعم، صلحوا امر اللي ينظم الدعم. زملائي بيان سور طمعوا وقالوا ايه نمشيو نصلحوا، عملناه الامر نتاع الدعم.
وانا اصلا اللي عملناه معناتها منشور حتى في الجرايد، قلنا عليه كيفاش تكون شفافيه اكثر، ونمشيو في دي بلافون في عود دي بورسنتاج. الدوله مش شريك معاك، الدوله تاثرك تعاونك معناتها باش تعطيك الاليات التمويل. دونك بدلنا الامر، تناقشنا فيه، قعدنا 3 شهور نخدموا. وينو الامر تو؟ من افريل مشى الوزاره الاولى لمصالح التشريع، ما ينجمش يتعدى، لانه مصالح التشريع في رئاسه الحكومه باش ترفضوا لسبب بسيط، لانه يتناقض مع احكام القانون نتاع عام 60. علاش؟ قانون عام 60 ما فيش مركز وطني للسيما والصوره. دونك انت الامر الجديد نتاع الدعم اللي باش يعوض الامر 717 تاع 2001، انت كي باش تقول باش تعطي السلطه الكل ولا لا غوفرنونس نتاع الفينانسمون هذا عند السي ان سي، دونك باش تنحي الوزاره، هذا يتناقض 100% مع القانون، وبالتالي مصالح التشريع باش ترفضوا. اليوم البرلمان في لجنة الثقافة باش يبدا يناقش المشروع بعد ما يكمل قانون الفنان، لأنه عنده أسبقية علينا، ونتصور بعد شهر ونص شهرين معناتها ندخلوا في الخضم. هذا علاش الرأي العام لازم يعرف زاد شنو اللي قاعد يصير، باش من بعد ما عادش يحسبنا وحدنا. احنا رانا نحبوا نبدلوا، نحبوا نمشيو لموديل ايكونوميك جديد، نحبوا ما نكونوش عالة على الميزانية نتاع الدولة، نحبوا المالية العمومية تتلاقى بحاجات قرينة. فما حاجات اسبق من احنا التعليم والصحه والنقل، اما احنا زاد عندنا فلوسنا في القطاع، خلينا نمولوا رواحنا، خلينا نكونوا سلطه تعديليه. هكا عملتوا مؤسسه تابعه للدوله، كونوا سلطه تعديليه. ما علاش تحكيوا على البارتنريا بوبليك بريفي؟